هنشوف مع بعض النهارده البفتيك او بنقول عليه كمان اسكالوب بانيه. هنشوف كمان ازاي بيتعمل وازاي الطبقه اللي بتكون من فوق دي ما تتشالش مننا، وازاي الآلية بتاعتنا علشان يكون مقرمش من بره وطري كمان من جوه. يلا بينا بسرعه علشان نشوف بيتعمل ازاي، ولو اول مره تشوفوني يا ريت ما ننساش نشترك في القناه. اول حاجه بجيب الكبه وبحط فيها طماطمتين. لو ما عندكيش ميه بصل لازم تحطي بصلايه كبيره، تمام، عشان تتفرم معاكي، لكن انا عشان عندي ميه بصل ما فرمتش بصل. وبعد كده بجيب فنجان صغير من رايب او زبادي او كمان حليب، وبحط معلقتين من الصويا صوص، مفيش صويا صوص ممكن نحط معلقتين من العسل، تمام. وبعد كده بجيب التوابل، ملح وفلفل اسمر وبصل وتوم باودر وبهارات اللحمه. زي ما شايفين اللحمه انا مش محتاجه ان انا ادقها، لكن لو اللحمه معاكي تخينه شويه بتحطيها في كيس من اكياس التلاجة، تمام، وبتدقيها بالراحه، ما تخليهاش برضو طريه خفيفه جدا، لان هي لو خفيفه جدا هتحروق معاكي بسرعه في القليه. بعد كده بنحط بقى في الخليط بتاعنا، بجيب بالواحد كده عشان عايزه اتاكد ان كل اللحمه اللي عندي اتحطت جوه الخليط. هنجيب دلوقتي كل واحدة وبعد كده هشيلها، وهتأكد بقى اني هخلص كل اللحمة، تمام. وبعد كده بقى هجيب في علبة واروح حاطة كل اللحمة اللي انا حطيتها، وبعد كده هجيب كل الخليط اللي زيادة عندي واحطهم جوه العلبة. بصي انت ممكن تعملي الخلطة دي باللحمة وتحطي جوه اللحمة وتحطيها في الفريزر لو مش محتاجة تعملي اللحمة دي النهاردة او بكرة، لكن لو محتاجاها ممكن ساعتين 3، ولو من بالليل للصبح هتبقى جميلة. لكن ممكن نحضر الحاجات دي ونحطها في الفريزر تبقى جاهزة، مجرد نطلعها ونبتدي ان احنا نحط الكفر فيها، دي بتكون سهلة علينا جدا. وكمان هنقول لو عايزين كمان نحطها في الكفر بتاعها علشان تبقى مجرد نطلعها للقلية بس، تمام، دي برضو هتكون سهلة، بس لو عملنا الخطوات صح فعلا الاكل هيكون معانا ممتاز. هجيب دلوقتي منديل المطبخ وهمسح بالواحدة كده، همسح كله. ليه بعمل الحركة دي؟ علشان التوابل اللي موجودة اشيلها كلها من قدامها، علشان لما اجي احطها في الكفر ما يبقاش فيه اي حاجة توقف الكفر ان هي تفصل الكفر عن البفتيك ذات نفسه، عن اللحمة. وبعد ما اخلص كل ده هنجيب دلوقتي 4 من البيض او 3. وبعد ما هعمل البيض دلوقتي ان انا اضربهم في بعض كويس، هجيب التوابل هتكون ملح وفلفل اسمر، وهنحط كمان نص مج صغير من اللبن زي ما هنشوف. هنحط دلوقتي الملح والفلفل الاسمر، وطبعا انا بكتب كل المقادير في صندوق الوصف، تمام. بعد ما خلصنا كده هنحط اللبن، وبكده خلاص خلصنا اول كفر، بس نتأكد ان هو اتقلب كويس. هنحط على طول اللبن وكده خلاص. هنجيب دلوقتي بقى الكفر التاني اللي هو البقسماط لو هتجيبيه من غير ما يكونش متحيق، انت بتجيبيه وبتحطي فيه ملح وفلفل اسمر وبابريكا. بصراحة التلاتة دول بس لما بحطهم بحس ان انا جايباه من بره حلو جدا. وما ننساش كمان معاه الشطة، لو انت عايزاه سبايسي بتحطي الكمية في الشطة اللي انت عايزاها. بس هو ده كده جاهز. وبعد كده بقى الدقيق، جبت بقى هنبتدي ازاي الكفر. البداية الدقيق، وبعد كده هنحط في البيض والحليب، وبعد البيض والحليب هنحط في البقسماط، وهو ده بيكون معانا كده. في الوقت دوت لو عايزة مثلا ما تحط ما تقليش كل الكمية، او لو عايزة تخزني علشان مناسبات او عزومات او اي حاجة ممكن تعملي حاجة. انتي بعد ما هتخلصي الكفر خالص هتجيبي دلوقتي كيس لبن وهتفتحيه وتحطي بالواحدة وتروحي قافلاه الناحية التانية، وبعد كده تحطي تاني في كيس. المهم ان مفيش بفتيك او لو كان بانيه اللي هو بالفراخ يتحط على بعض. لو اتحطوا على بعض هتيجي بعد ما تطلعيه من الفريزر هتلاقي الكفر بقى معجن وكمان بقى لازق في بعض، فخلاص بصراحة هتكون الموضوع مش حلو وباظ خالص. لكن لو غلفتيه بكل واحدة متكيسة لوحدها هتيجي تفكيه هتلاقيه ممتاز جدا، ومجرد تاخديه وهو حتى لو متلج تحطيه على طول في الزيت السخن، تمام. يبقى كده احنا عرفنا ازاي ان احنا نخلي الكفر ماسك، وعرفنا ازاي ان احنا نخلي ممكن نستخدمه وبعد ما خلصنا نخلص كل اللي احنا عملناه ده نحطه في الفريزر ويكون جاهز معانا للقلية بس، او ممكن ان احنا نحطه في التتبيلة اللي احنا حطيناها دي اللي هي الطماطم ومية البصل والحليب، وتحطيها في الفريزر
وده تبقى سهلة عليكِ إن أنتِ مجرد بس تطلعيها ومجرد تحطي الكفر عليها وتقليها، يعني عندِك إن أنتِ تعملي دي أو دي. إحنا بعد ما خلصنا خالص دلوقتي هنحطه في التلاجة شوية، طبعًا بنكيسه وبنحطه في التلاجة زي ما هو كده في الصينية، بنكيسه بكيس عادي ونحطه في التلاجة ساعة أو ساعتين. طبعًا الكمية دي كبيرة إن أنا أحط كله دوّة مرة واحدة في التلاجة، وما ينفعش برضه لو كنت ناوية أبيته في التلاجة أحط الكمية دي. أنا طبعًا عملت الكمية دي وأخدت جزء منها شيلته في الفريزر زي ما قُلت لكم إزاي، والجزء التاني حطيته شوية وبعد كده بدأت بقى إن أنا أقليه. القلية معروفة زيت غزير ويكون سخن جدًا وأكون معلية النار على الآخر، ما اوطّيش النار علشان لو وطّيت النار الcover اللي من برّه زي ما إحنا شايفين آخدين بالنا إن هو ناشف من برّه، هو ده الصح، المقرمش من برّه وطري من جوّه. الcover من برّه لو أنا وطّيت النار عليه اللي هيحصل إن هو هيكون طري من برّه، وطبعًا الcover كمان هيفصل عن اللحمة ذات نفسها. يبقى بيكون الزيت غزير وفي نفس الوقت بيكون سخن جدًا وبنعلّي النار عادي مش بنوطّيها، ما نخافش إن هو مش هيتحرق. بس طبعًا بنكون واقفين له الحاجة زي كده، إحنا مش بنسيبه علشان خاطر السِوَى بتاعه بيكون سهل جدًا وبسرعة جدًا، وكمان علشان خاطر إحنا بنكون حاطينه في التلاجة في مدة طويلة بالتتبيلة بتاعته، التتبيلة بتخلّيه إن هو الأنسجة بتاعته تفتح ويستوي بسرعة. وبكده خلصت وصفتنا ويا رب تكون عجبتكم، ويا ريت نشترك في القناة.